بعث الاعتقاد الخاطئ عند معظم اللعيبه بالاخص في اللعبه دي، لعبه كمال اجسام، ان البروتين هو اهم عنصر غذائي الجسم محتاجه. لكن المعظم ما يعرفوش ان الكربوهيدرات هي اهم المغذيات الغذائيه اللي جسمك محتاجها. The most important micronutrients food. السلام عليكم، ازيكم يا دكتور؟ خصائص الكربوهيدرات اول حاجه ان هي مصدر الطاقه، مصدر الطاقه الصريح لجسم الانسان. تاني حاجه المحافظه على صحه القلب. تالت حاجه بتحسن عمليه الهضم. رابع حاجه بتقلل مخاطر جهاز الهضم زي الاسهال، الامساك، وعسر الهضم. طبعا في حاجات تانية اكتر، هنكتفي بكده لان دي حاجات اللي تهمنا. نمسك اهم نقطه احنا محتاجينها ان هي مصدر للطاقه. لو انا خدت الكربوهيدرات قبل التمرين بيحافظ على نسبه الجلوكوز، فده بيخليني قادر اتمرن بسرعه اكتر. طيب ولو خدته بعد التمرين ده بيعوض لي او بيملى لي المخازن اللي فضلت في التمرين الكليكوجين. واهم حاجه في الكربوهيدرات ان هي كمصدر للطاقه ان في حاجه جسمي بيقوم بيها طول اليوم، حاجه اسمها الميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي ده بمنتهى البساطه من غير ما ادخلك في معلومات علميه واكبر الموضوع، بمنتهى البساطه الميتابوليزم دوت هو عباره عن هضم وبناء. الهضم ده اللي جسمك بيعمله طول ما هو صاحي، طول ما انت ماشي انت بتعمل حاجه اسمها هضم. اذا كنت بتركز دروس، بتطلع تروح تيجي، كل الانشطه اليوميه بتاعتك بتعمل حاجه، جسمك بيعمل حاجه اسمها الهضم. ده بيستخدم سعرات حراريه اللي هي اهم مصدر ليها بتكون هي الكربوهيدرات. طيب بعد كده جسم محتاج في مقابل السعرات اللي اتحرقت ديت سعرات في المقابل اسمها سعرات البناء علشان اعوض الهدم اللي حصل ده، عشان ما يحصلش عندي ضعف او قصور في الوظائف الحيويه بتاعتي او في بناء الكتله العضليه اللي انا محتاجها. طيب نسبه احتياجي من الكربوهيدرات كم في المية في اليوم؟ معظم الكتب والابحاث بتقول لك نسبه الاحتياج الوسطيه اللي المنظمه الصحه قالت لك عليه تقريبا من 40 ل 60%. طبعا على حسب الاحتياج بتاعك، لو انت في فتره تنشيف هتحتاج لو كارب شويه فهتعمل 40% مثلا من 40 ل 45. طب لو انا محتاج ابالكينج بتوصل لل 55 و 60% على حسب برضو الاحتياج بتاعك. طيب في بعض الناس بتعمل حاجه لو كارب بتنزل تحت ال 40 بتوصل لل 35 و 30. هل ده مظبوط؟ في الوقت ده هيبدا جسمك انه يلجا للبروتين، لعنصر البروتين، انه يستخدمه كمصدر للطاقه. وانا جسمي لو استخدم البروتين كمصدر للطاقه في مشاكل هتحصل في المقابل ده. اول حاجه ان البروتين وحده بنائيه مش مصدر للطاقه. فلما تبدا تستخدم عنصر كوحده بناء، عنصر هو اصلا وحده بنائيه كمصدر للطاقه، طبعا هيكون مصدر طاقه سيء مش كويس. مش هتعرف، مش هتبقى فايق، مش هتبقى بتعمل الانشطه بتاعتك باحسن صوره زي ما انت متخيل. وفي نفس الوقت هيعود عليه ان البنى اللي كنا بنتكلم عليه والوحدات والخلايا اللي اتكسرت محتاجه تتعوض، اذا كانت الياف عضليه، اذا كان خلايا في الجسم، خلايا الجلد، ايا كان. لو البروتين اللي هو كان هيروح يبني الحاجه دي استخدمته كطاقه، فانت دلوقتي عملت مشكلتين. اول مشكله انك مش فايق في الانشطه اليوميه، ثاني مشكله انك ضيعت الجزء بتاع البنى. طيب الكربوهيدرات تصنيفها بيبقى عامل ازاي؟ ليها اكتر من تصنيف. في تصنيف بيكون قايم على عدد الروابط، بس ده علم شويه مش هكلمك فيه لان ده ارقام كتيره وهنلخبطك. خلينا في التصنيف المعروف الشائع اللي هو السمبل والكومبلكس، البسيط والمعقد. طيب بصوره سريعه ايه هو ده وايه هو ده؟ البسيط هو اللي بيعلي سكر الدم بسرعه قوي، فبيضطر ان الانسولين ينفرز بصوره كبيره، فده مش صحي لانه هيعمل لك خمول. النوع الثاني اللي هو المعقد، ده اللي بيكون صحي اكتر، اللي بياخد وقت اطول في الهضم وبيدي للدم السكر وبيعلي سكر الدم على هيئه جرعات، فالانسولين بيتفرز بصوره هاديه او بصوره اقل، فده بيكون صحي اكتر ليك. الكربوهيدرات هل انا محتاجه قبل ولا بعد التمرين؟ زي ما انا لسه مفهمك من شويه واكيد انت فهمت انك انت محتاجه قبل وبعد. طب انا محتاجه قبل ليه؟ محتاجه قبل زي ما فهمتك عشان يديك مصدر للطاقه كويس جدا وانت بتتمرن، وتقدر تكمل التمرين بتاعك بالشده وبالطاقه المطلوبه منك. طيب ايه الافضل؟ اخد السمبل ولا اخد الكومبلكس؟ المعقد دايما هو الاختيار الافضل، تاخده من قبل التمرين بساعتين او ساعتين ونص. طيب لو انا مزنوق، الاول زي ايه؟ زي الشوفان، رز البني، بطاطس المسلوقه لكن بقشرتها، لان القشره بتاعتها هي اللي بتحتوي على الالياف وده بيقلل وقت تفريغها من المعده، فبالتالي بيخليها وقت اطول وتاخد وقت اكتر في الهضم. طيب لو انا مستعجل
ما عنديش وقت، انا رايح التمرين بعد نص ساعه، ساعه الا ربع، اعمل ايه؟ في الحاله دي ممكن اقول لك خده سيمبل، خده بسيط، لكن دي هتبقى استثناءات. ممكن تاخد لك بقى فاكهه مضروبه في الخلاط، طبعا الفاكهه مصدر كارب كويس جدا، ولو ضربته في الخلاط فانت كسرت الالياف ديت، فانت خليت هضمها اسرع بكتير، فهتعلي لك الطاقه بسرعه، لكن دي بتبقى استثناءات، مش دايما تاخده سيمبل، لان ده مش صحي خالص. طيب بعد التمرين طبعا محتاجه، لما تخلص تمرين بشده عاليه انت فضيت مخازن الجليكوجين كله، وبعض الحالات لما بتيجي تاخد بروتين بس بعد التمرين بيبدا الجسم يستخدم جزء من البروتين ده كطاقه عشان يملا المخازن الجليكوجين اللي فضيت، وزي ما فهمتك ان البروتين كمصدر للطاقه سيء جدا، لان هو مش مصدر طاقه، هو وحده بنائيه، ففي الحاله دي انت محتاج الكارب والبروتين بعد التمرين. زي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.